بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جديد وإجابة جديدة. إزاي أعرف إن أنا شخص متعاطف ولكن بشكل روحاني؟ بالشكل اللي هو بحس إن أنا عاطفتي دي بتكون مش شبه الناس اللي حواليا، ما بتكونش شبه العالم اللي حواليا، أنا بكون أكتر من الناس اللي حواليا. المصطلح ده في اللغة الإنجليزية بيقولوا عليه مصطلح اللي هو اسمه الإمباث. فأنا إزاي أعرف إن أنا إمباث؟ بس قبل ما أجاوب على الفيديو ده بقى خليني أسلم عليكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلم سعد، ويلا بينا نبدأ الحلقة. ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو علشان انا بتعب والله، وتفعل زرار الجرس وتشترك على القناة عشان يوصلك مني كل جديد، وتعمل شير للفيديو وتعمل شير للقناة عشان نقدر ان احنا نوصل لأكبر عدد من الناس. ويلا بينا. اولا، مين هو الشخص المتعاطف؟ الشخص المتعاطف هو الشخص اللي بيكون قادر ان هو يحس مشاعره ويحس مشاعر الاخرين. والتعاطف هو ان انا اكون قادر اشوف وجهة نظر الاخر، اشوف وجهة نظر الاخر. يعني اللي قدامي لما يقعد يتكلم احط نفسي مكانه، ما كنتش انا بتكلم من وجهة نظري وانسى ان الاخر ده عنده وجهة نظر. فالتعاطف هو ان انا بطلع بره نفسي وبسمع الاخر من وجهة نظره هو، بتجرد انا من ذاتي. الشخص العطوف هو الشخص اللي بيحب قوي وبيدي قوي من قلبه، ولما بيدخل علاقات بيدخلها بقلبه وبينغمس فيها، بيدخل بالعلاقات كده بصدره، وتحس ان هو بيتعمق جدا في العلاقات. دي صفة من صفات الشخص المتعاطف العطوف. الشخص الإنباث أو الشخص العطوف أو المتعاطف هو الشخص اللي هو بيكون ماشي في الحياة بحدسه أو بمشاعره الداخلية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو بيكون عنده القدرة إن هو يقرأ ما وراء الأفعال أو ما وراء الكلام، المنطوق أو غير المنطوق. فأنت بتبقى قاعد مع حد ممكن ما يقولش حاجة، بس في حاجة من جواك أنت بتكون حاسسها، وبتعرف ان انت تشوف تصرفات الاخرين بس ببعد اخر. كلام اللي قدامك بيقوله بشكل بس انت بتفهمه بشكل اخر، وده بيكون بناء على حدسك اللي هو بيكون شعورك الداخلي، حاجة بتكلمك وبتقولك ان في كذا او في كذا، مع ان اللي قدامك ده اصلا ما قالهوش. الشخص الامباث بيكون عنده مشكلة كبيرة جدا مع الكذب، بيحب جدا الصراحة وبيقدر جدا الحقيقة، وما بيحبش النفاق خالص، وما بيعرفش اصلا يتعامل معاه. فلو انت لقيت نفسك ان انت ما بتعرفش تكذب وما بتعرفش تحور وبتكره الناس الكذابة المنافقة، اعرف ان انت شخص متعاطف عطوف امباث. انت ربنا خلقك بالشكل ده علشان تكون اكثر نور وصراحة وصدق في الكون. الشخص الامباث بيكون عنده مشكلة ان هو يفضل في حالة من التواصل مع الاخرين. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو اوقات كتيرة بيحتاج ان هو يكون لوحده، قاعد لوحده، قاعد مع حاله. ليه؟ لان هو دايما لما بيكون قاعد مع الاخرين هو بيحاول ان هو يساعدهم، بيحاول ان هو يديلهم طاقة، بيحاول ان هو يديلهم حلول، بيحاول ان هو يشفيهم. فده بيستنفذ طاقته. فلما بيقعد مع الاخرين كتير بيحس ان هو فضى من جوه، طاقته بقت فاضية، فبيحتاج ان هو يقعد مع نفسه يشحن طاقته ويعيد شحن طاقته مرة اخرى عشان يعرف يرجع تاني ويساعد الآخرين ويدي حلول للآخرين ويقوم بدوره كشخص متعاطف في الكون. شخص الإمباث أو الشخص المتعاطف بيكون دايما شخص فضولي. الفضول هو اللي بيخليه يتحرك في الحياة، دايما عايز يتعلم، دايما عايز يفهم، دايما عايز يتطلع للأعلى، بيتطلع للمعلومات، عايز يفهم كل حاجة ويعرف كل حاجة. ولكن كمان مشكلة من مشاكل الشخص الإمباث إن هو بيكون ما عندوش حدود مع الآخرين، بيلاقي صعوبة في إن هو يحط حدود مع الآخرين أو للآخرين في حياته، وده بيكون درس لازم يتعلمه في الحياة. شخص الإمباث بيبقى ماشي بيوزع مساعدات للآخرين، بيكون عنده مشكلة إن هو يلاقي حد زعلان وما يساعدوش، حد محتاج حاجة وما يقدمهاش. دايما الشخص الإمباث بيكون عايز يقدم ويساعد للآخرين. وكمان حاجة إن الشخص الإمباث الناس بتشوفه على إنه شخص بيبقى محرج وانطوائي وحساس. دايما الناس تقول لك انت محرج قوي، انت ما بتعرفش تتكلم، انت بتتكسف، انت حساس. ودايما انت بتحس ان دي مشكلة عندك، الى ان دي ميزة من مميزاتك. شخص الامباث بيكون دايما شخص حاسس ان هو معبأ، وحاسس دايما ان هو قلقان، بيحس دايما بالقلق، بيحس دايما بالتوتر، دايما بيحس ان هو overwhelmed، هو معبأ بالمشاعر، فبيحتاج وقت يفرغ المشاعر دي. الشخص الامباث بيحس ان هو لوحده في الدنيا، يعني بتحس ان انت مش شبه الناس اللي حواليك، انت مغترب عن العالم اللي حواليك، انت مغترب عن الناس اللي حواليك، الناس دول في حتة وانت في حتة. فده معناها ان انت شخص امباث، انت شخص عندك القدرة على التعاطف والشعور بالاحداث وبالناس
الناس وبكل حاجة بشكل أعمق من الآخرين. الإمباث الأدوية بتأثر فيه بشكل أكتر من الناس الطبيعية، يعني تأثير الدواء بيكون أعلى من الناس العادية، لأن هو عنده درجة الحساسية بتكون عالية جدا جدا. كمان الشخص الإمباث بيكون المشاكل أو الخناقات بتتعبه في جسمه او بتتعبه في اعضائه، فممكن شخص مثلا مثلا مضغوط تحس ان هو جات له كريمبات في جسمه، حصل له شد عضل، او ان هو ضغطه وطي او ضغطه عالي، وهو ما عندوش مشاكل في جسمه تخليه ان هو يحس بالاضرار دي او بالتعب ده. الشخص الامباث بيكون ما بيعرفش يعمل اكتر من حاجة في نفس الوقت، يعني بيعرف يعمل حاجة واحدة في وقت واحد، ما بيعرفش يكون مالتي تاسكر، يعمل اكتر من حاجة في نفس الوقت. شخص الامباث برضو بيكون شخص هادي وبيحب البساطة، بيميل للاماكن البسيطة، بيميل للحاجات البسيطة. كل ما الحاجة بقت بسيطة كل ما هو بيكون نفسيا اهدى، وبيبعد عن الحاجات الفخمة الاوفر. مش معناه ان هو مش بيجربها، لا بيجربها، ولكن دايما بيرجع للحاجة البسيطة اللي هي بتحسسه دايما ان هو هادي نفسيا. انا هعمل لك الفيديو ده عشان اقول لك ان انت مش غريب، انت طبيعي، انت في ناس زيك كتير بس اللي زيك مش كتير. الله تمام، انا زيك فاطمن. انت شخص متعاطف وحساس زيادة عن اللزوم، ما تسمعش لنقد الاخرين ليك، ما تهتمش ان الاخرين بيقعدوا يقولوا لك انت اوفر، انت مش شبهنا، انت لا، انت شبه الناس اللي شبهك، دور على الناس اللي شبهك. كان معاكم سلام سعد، وتابعوني، بس ما تنساش ان انت تفعل زرار الجرس وتشترك على القناة وتعمل لايك للفيديو، وان انت تعمل شير للفيديو وتعمل شير للقناة علشان نوصل لأكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.